مستر، سؤال شاغلنا كلنا يا مستر. وانا كمان هو انا محتاج احسن مستواي في الانجليش. ازاي اطور نفسي في الانجليزي؟ ده سؤال، طبعا ده سؤال عالمي. ازاي اطور نفسي في الانجليزي؟ اول حاجه تحسن قناعاتك او تظبط قناعاتك. ايه هما حاجتين؟ الحاجه الاولانيه، هل انا اصلا محتاج الانجليزي ولا لا؟ فهو ده انت محتاج تجاوب السؤال ده مع نفسك، لانه في ناس عنده قناعه ان انا مثلا ايه، انا بتاع ميديا فانا مالي ومال الانجليزي. فانت محتاج ان انت تحسم الامر ده مع نفسك. هل انت محتاجه؟ انت محتاجه جدا في اي مجال ايا كان يعني. طيب الحاجة التانية، ان انت تبقى عارف انه مهما الدنيا اتطورت، اتطورت فبقى في ولادة بدون ألم، لكن مفيش تعلم بدون ألم. فمحدش يضحك عليك ويقول لك ايه، ابو اسبوعين وابو ايه وفي 3 ايام هتتقن الانجليزي وهتصحى الصبح هتلاقي نفسك بقيت كويس في الانجليزي. دي طبعا طرق رخيصة للماركتينج. ما ينفعش يعني ايه تمشي مع حد ناضج وفاهم. دي مهارة وده تعلم، واي تعلم محتاج ألم ومحتاج تعب ومحتاج مثابرة ومحتاج ممارسة ومحتاج انك تحط جدول يومي وتحط خطة لنفسك ازاي تطور نفسك في الحاجة. فده كده ايه اول حاجتين. ازاي بقى تطور نفسك في الانجليزي؟ محتاج ان انت كمان تحدد انت يبقى انت محتاجه ولا لا، دي حاجة. وبعدين هتتعب فيه ولا لا؟ اه هتتعب. طيب اهم حاجه بقى ان انت تتعب في الطريق الصح. يعني ما تقعدش ماشي يعني خلاص انا هتعب بس هتعب في الطريق الصح. طيب تالت حاجه بقى تحددها، انا اصلا محتاج الانجليزي ليه؟ طيب هل هتفرق انا محتاجه ليه؟ جدا جدا جدا. احنا في المجال بتاعنا كتخصص في اللغه اكاديمي يعني، انت عارف احنا عندنا في حاجه اسمها اي اس بي. الاي اس بي ده اللي هو English for Special Purposes، يعني اللغه الانجليزيه للاغراض الخاصه. فانت دلوقتي انت رايح بنك تشتغل في بنك، فبقى في حاجه اسمها بيزنس انجلش. فانت بتاخد كورس في البيزنس انجلش بيطورك في المهارات عموما، بس بيركز معاك على ايه؟ على البيزنس انجلش. وانا لو واحد فاهم مثلا كانت هتلجأ لي في ان انت عاوز كورس او بتاع، انا بقى كمان هبدا افوكس اكتر على السب سبيشاليتي بتاعك، اللي هو بمعنى ان انا عاوز بيزنس انجلش عموما. وهركز بقى اكتر كمان وانا بجهز الماتيريال بتاعت الكورس، انت عاوز سيلز تحديدا او ماركتنج تحديدا او بانكينج. بس انت المفروض في البيزنس انجلش بتدرس الكورس كله. فخلاص يبقى انت ايه رايح، انا عاوز اركز على البيزنس انجلش تحديدا. فانا هتلاقيني بعمل لك الليسننج على انترفيو. زي الانترفيو بتعمل وتسمع اكسنت مختلفه، فتسمع من ده بيقول لها انترفيو، التاني بيقول لها انترفيو وكده. في حاجه اسمها انجلش فور اكاديميك بيربسز، يعني انا هدرس اللغه لغرض اكاديمي. اكاديمي. يعني هعمل بحث علمي، هروح ادرس في جامعه بره، كلام من ده. اللي هو بيجي يطلب منك يقول لك خد ايلتس، والايلتس فيه جنرال وفيه اكاديميك، فيقول لك خد الاكاديميك. لازم تكون واخد الاكاديميك وحاصل على سكور معين، وهم حاطين كرايتيريا معينه او معايير معينه ازاي بيعرف يختبر ان انت قادر على ان انت تدرس بحث علمي. هاجي هنا بقى هدقق معاك في الايه، في البانكتويشن وازاي تعرف تكتب جرامر مظبوط. عارف لغه بقى، عارف زي اللغه العربيه، فانت هتدرس اللغه الانجليزيه الفصحى والمصطلحات الأكاديمية ومصطلحات المحاضرات ومصطلحات البحث العلمي وكده. هل ده زي واحد جاي يقول لي، او هو نفسه عاوز يدرس انجلش، اصل انا مسافر واخد جرين كارد ورايح امريكا هشتغل هناك اوبر؟ هل يستويان؟ لا. يبقى ده التاني ده بقى، تعالى انت ما يلزمكش. انا ممكن استخدم طريقه مبتذله في تعليمه، ان انا اكتب له الايه الانجليزي بالعربي، واكتب له هاو ار يو وادربه ازاي ينطقها، وما يلزموش تفاصيل جامده. مش هركز معاه ان هو يعرف جرامر بعمق او بتاع، صح ولا لا؟ هل انت عاوز انجليزي عشان تتفرج على ميديا؟ انا بحب اتفرج على مسلسلات وافلام وحاجات زي كده، وعاوز اكون بقدر افهمها. طب انا ليه اصدقاء وعاوز اتواصل معاهم؟ كل ده هيفرق. كل ده هيفرق تتلقى الانجليزي ازاي. واضح على الفكره؟ ماشي. طب ايه اسهل واسرع طريقه بقى يا مستر عشان اقدر امارس اللغه؟ في ناس بتقول الممارسه، ان انا دايما اتكلم مع حد، او في ناس بتقول listening، في ناس بتقول reading. وطبعا الممارسه ان انا امارس مع حد اوقات بيبقى صعب، فايه اسهل طريقه تانية؟ ماشي. اولا ايه هو اصلا ايه هي مهارات اللغه؟ يعني انت لما بتستخدم اللغه
بتستخدمها في ايه عشان تعمل ايه؟ التواصل. ايوه عشان تتواصل، ده ماشي. التواصل يعني انت هتتكلم مع حد صح، يبقى دي مهارتين اللي هم مين؟ listening الليسننج وسبيك. يعني انت عاوز تسمع تفهم، والسبيكينج يعني انت عاوز تتكلم تفهم تاني. طيب الليسننج والسبيكينج، الليسننج بيسموها ان انت ايه، بتتلقى، ان انت هتتلقى. السبيكينج يبقى انت هتبروديوس، فيسموها ايه، اللي هي يعني مش عاوز ادخل دايما في مصطلحات، يعني هحاول على قد ما اقدر. ففي حاجه انت اللي هتنتجها، وفي حاجه ايه هتتلقاها. حلو جدا. طيب فدول مهارتين، الليسننج والسبيكينج. ممكن تكون انت مش محتاج غير دول، ممكن تكون مش محتاج رايتنج، ماشي. لكن لو انت شغال في بنك او شغال في اي شركه في اي بزنس، انت هتكتب ايميل صح، وهتكتب ريبورتس، وهتعمل حاجات زي كده، فانت محتاجها، مش كده؟ وهتكون محتاج الريدنج عشان في حد هيبعت لك ايميل وعاوز تقرا، وفي حد هيبعت لك مثلا الكتالوج بتاع الادوات اللي انت هتشتريها، فتقرر تشتريها، ولا انت شغال في مجال هندسي مثلا وحاجات زي كده، وانت اللي مسؤول ان انت تقرر هنستورد ايه من الصين وكده، وبعتين لك الحاجه بالانجليزي، فانت محتاج الريدنج والرايتنج. فانت المهارات الاربعه دول، في بقى 2 بيصبوا في 2، فيقول لك الجود listener is a good speaker. فانت لو بتسمع انجليزي كتير بيضرب في ودنك كتير، فهتلاقيك بتقول interesting مش بتقول interesting كده. ليه؟ لان انت طول الوقت بتسمعها كده، فهتتولد عندك اللي انت بتسمعه بتقوله. وده حتى في الفيرست لانجوج اكوزيشن او في اكتساب اللغه الام. الولد اللي في الصعيد هيقول يا بوي، واللي عندنا في الفلاحين يابا، واللي مش عارف ايه يا بابا، التاني يا بابي. هو بيتكلم اللي هو ايه، يسمع. اللي هو بيسمعه. فاهم الفكره؟ فهي بقى الاكسبوجر او تعرضك للغه، انه لغه اللي هتتعرض ليها، فهتضرب في ودنك فتخليك بتتكلم كويس. طيب هل كل اللي بيسمع كويس بيتكلم كويس؟ لا. لا، بدليل الناس كتير جدا شكوتها ايه، انا بسمع بفهم. لما يكون في ناس بتتكلم قدامي بسمع، معظمكم بتقولوا كده، بفهم، بس لما اجي اتكلم ما اقدرش اعبر. نيجي نتكلم بقى في الحته دي، لا ده انا عاوز احسن الفلوينسي. فلوينسي يعني ايه؟ طلاقة. الطلاقه. تحسين الفلوينسي نفسها ده بيحتاج ان انت تمارس وان انت تتكلم. طيب كان زمان الموضوع ده اللي انت بتتكلم فيه، ان انا محتاج نيتيف سبيكر اتكلم معاه، وحد يكون مرجع بالنسبه لي. مش هكون مثلا بتكلم مع واحد صاحبي هو لسه بيتعلم، فاحنا الاثنين اصلا ايه يعني الاثنين عيانين مع بعض. فانا محتاج نيتيف سبيكر. فكان ان انت تحصل على نيتيف سبيكر كان زمان صعب جدا. دلوقتي ان انت تقدر تمارس السبيكينج، هتقدر تمارسه من خلال هنزل لك في الكومنتس ابس كتير جدا، مش كلها اي اي كمان باي ذا واي. يعني في ناس دلوقتي هو بيعمل ابلكيشنز في بتمارس مع الاي اي which is fine، يعني لان انت اصلا بتختار الاكسنت، بتختار الامريكان ولا بريتش، بتختار اللي انت عاوزه، وبعدين بتفتح معاه التوبيك اللي انت عاوزه ويبدا يتكلم. ومش كده وبس، بيديك فيدباك كمان، يعني بيقول لك انت محتاج تشتغل على كذا وتشتغل على كذا وكذا. بس انت بقى محتاج تحط لنفسك في الروتين اليومي بتاعك ان انا هعمل دون وهعمله لمده كذا، يوميا او اسبوعيا او يوم ويوم، وتلزم نفسك بهذا الكلام، وتتكلم في اي موضوعات من اللي انت بتحبها. هو اساسا الابس دي معظمها بيعمل معاك ايه، بيبدا يعمل لك الاول يعني حاجه زي نيدز اناليسيس او حاجه زي كده او كويستشنير، فيبدا يشوف طب انت ايه، طب بتحب تدرس اللغه ازاي، طب انت يعني حاجات كده معينه احنا بنفهمها، اللي هي فكره الايه، النيدز بتاعتك، فكره البيليفز بتاعتك في تلقي اللغه، فكره الليرنينج ستايل بتاعك وحاجات زي كده. فهو بيحددها من خلال الابلكيشن ده. في بقى ابس بتمارس معاها مع اي اي. طيب وفي ابس لا بتمارس مع ناس حقيقية. اشخاص حقيقيين نيتيف سبيكرز، وما بيبقوش مجرد ناس جايبينهم بقى من على الترعه، لا دول ناس كمان بروفيشنال، اللي هو اصلا تيتشر، فهو فاهم هو هيعمل معاك ايه وهيتكلم معاك ازاي وهيطلع لك فيدباك ازاي وكده، وتاخد منه فيدباك كويس. النصائح بقى اللي اي حد هيديها لك، ان انت اولا ايه، انا يعني في حته الطلاقه، ازاي احسن الطلاقه عندي او الفلوينسي. في حاجه عندنا يعني في المجال بتاعنا يقول لك ايه، في فلوينسي وفي اكيورسي. الاكيورسي انا ممكن ابقى فلوينت من غير اكيورسي. بمعنى ايه، انا ممكن اقول لك مثلا ايه، اي جو يسترداي،
او اقول اي جوز مش مشكله، بس شغال ما بعطلش بتكلم. فهنا في فلوينسي بس ما فيش اكيورسي، ما فيش دقه، اللغه فيها غلطات كتير وفي استخدامات غلط وبتاع حاجات زي كده. وفي حد تاني عاوز الفلوينسي مع الاكيورسي، وفي حد الاكيورسي بالنسبه له او الدقه هتعطل الفلوينسي، ودي بقى الحته الخطيره. انا بقى ببقى استغرب انه حد يقول لك ايه عاوز تبقى طليق اتكلم. لا انا هقول لك في مرحله قبل ما تتكلم. ايه هي؟ ان انت اصلا ايه اللي عندك تقوله. انت لازم اصلا يكون عندك داتا عشان تقولها. فبيبقى فكره حلوه قوي فكره ان انت التوبيك اللي عاوز تتكلم عنه تبدا تجمع الفوكاب والايديومز والحاجات التولز اللي انت اصلا هتتكلم بيها. فانا عاوز مثلا الورد جروب المتعلقه بمساله الارتباط مثلا. عاوز اتكلم ايه مثلا المعايير بتاعت ان انا ارتبط بواحده او شريك حياه او شريكه حياه او كده. فهبدا بقى بنعمل برين ستورمنج كده، انا ايه اللي ممكن احتاجه كده. عاوز اقول هرتبط، عاوز اقول حد يتقدم لواحده، ببدا اجمع دي الاول. فتبقى معايا الاول الانجريدينتس اللي هعمل بيها البيتزا، تمام. وبعدين عندك تولز كتير طبعا تقدر تاخد منها النطق السليم. ولما تيجي بقى تسرش ازاي انطق النطق السليم، في حاجه اسمها الاوثنتيك سورسز. الاوثنتيك معناها ان هي واقعيه مش من قواميس. يعني انا هجيبها من افلام، هجيبها من مسلسلات، هجيبها من بودكاست، هجيبها من كذا. دلوقتي النت بيبقى فيه ويب سايتس وفي ابس مجمعه الحاجات دي في حاجه اسمها كوربرا. فالكوربرا دي بتبقى مجمعه مواد كتير، يعني مثلا ايه افلام ومسلسلات وندوات وبودكاست وسبيتشز بتاعت رؤساء، وعارف الفكره. فهي بتتنطق هنا كذا وبتتنطق هنا كذا وبتتنطق هنا كذا، فبيبدا يطلع لك الحاجات دي. فانا بقى عندي الحاجه اللي انا هتكلم بيها. بعد كده بقى ايه ابدا شويه حاجات نفسيه بقى. حاجات نفسيه مثلا ان انا هقول لك مثلا وانت بتتكلم يعني don't think about your language. انا كده بتكلم صح ولا غلط؟ ما تحاولش ان انت تقعد تبني في اللغه. الحاجه الوحيده to think about is how to get your ideas across. هوصلها باي طريقه، ازاي هوصل الفكره اللي انا عاوز اقولها. فانت بتسرح عن فكره ان انا ايه هو انا احط الفعل الاول ولا الفعل واحط كذا وكذا. بس ده على افتراض ان انت معاك اصلا التولز اللي بتعرف تتكلم بيها. انت فاهم قصدي؟ يعني انا بتاع انجليزي وده تخصصي، وكانت صدمه من الصدمات مثلا ان انا مثلا كنت في اسكتلندا، وحد مثلا قاعد بقى كان هو بيدرس ثيولوجي اللي هو دراسه مقارنه اديان وحاجات زي كده، وبدا يفتح في مقارنات الاديان ونتكلم. فساعتها الترمينولوجي بقى المصطلحات بقى ساعتها، طب انت هتقول لي فلوينت في ايه؟ ما انا مش عارف يعني ايه كذا اصلا. يقول لك خليك طريق اقول ايه؟ مش المفروض ده اصلا يكون عندي العده اللي هتكلم بيها؟ فهي دي ايه فكره من الافكار المهمه. بس كل بقى ما تمارس اكتر هتبص تلاقي لسانك بدا يفك بدا يفك بدا يفك. بس اهم حاجه يكون عندك الداتابيس يعني. طب انا حددت دلوقتي انا محتاج الانجليزي لايه، ايه البرنامج او الخطه اللي المفروض امشي عليها عشان اوصل للمرحله اللي انا عايزها؟ ايه الرود ماب؟ طيب انت عندك يا سيدي اللي هي بقى انت هتكتسب اللغه دي منين او هتمارسها فين او بتاع او حاجات زي كده. السؤال مثلا ايه؟ هل يعني انت هتقول عاوز اتعلم لغه، اخد كورسات مثلا؟ ده اتجاه. هل اخد كورسات ولا ما اخدش؟ تمام. خلينا اتكلم معاك بشكل واقعي. هو طبيعي ان انت مثلا لو انت خدت كورس بتاثر على نفسك المسافه اللي احنا قلنا من شويه، هل انت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ فانت مش عارف انت ماشي صح ولا ماشي غلط. فبيبقى اللي هيديك الكورس لو هو بروفيشنال هيكون يعني ايه مرشد بالنسبه لك. يعني هو الطبيب بتاعك في الحته دي، مرشد بالنسبه لك. بس النقطه المهمه جدا بقى هي ايه؟ ان انت هتاخد كورس في مكان ما هيديك كام ساعه في الاسبوع؟ 3 مثلا 4. حلو قوي. مستحيل ان 3 ساعات في الاسبوع هيخلوك مثلا تبقى كويس في الليسننج او هيحسنوا عندك مهارات. فهو انت لو افترضنا ان انت خدت كورس، فانت هو هيديك ساعه انت قصادهم ممارسه بالخمس والست ساعات. وهو طبعا لو مكان كويس هتلاقيه هو نفسه بيديك الماتيريال، بيقول لك انا خلاص فهمتك المفروض تعمل ايه، خد بقى ايه كمل في البيت. دي القضيه. طيب الكورسز هتتاخد من خلال ثلاث مصادر.
في السيلف ليرنينج نفسه، في مساله التعلم الذاتي. التعلم الذاتي ليه اتجاهين. اتجاه ان انت تمشي انت بنفسك، ودي في ناس من تلامذتنا جربوها ومشيت معاهم كويس جدا، ان انت هتجيب كورسز. وبرضو ممكن اقول لك على مصادر الكورس نازل مثلا، هتحدد الاول مستوى ان انت مثلا B1 B2 C1 C2 ايا كان، يعني انت فين بالظبط ولا ايه ولا كده، او بالطريقه الثانيه هل انت intermediate ولا pre intermediate ولا upper intermediate ولا انت فين بالظبط، عشان هتبدا من بعدها. وهتبدا بقى تجيب الكورسات. في كورسز معينه مثلا موجوده كامله، الكورس جاهز اللي هو في يونت 1 او شابتر 1 وبعد كده وكده، وبعدين بيديك مثلا الريدنج ويقول لك اقعد اقرا الريدنج دون ويطلع لك منه الحاجه، وانت كراجل ادلت كبير تقدر تهندل نفسك في ده. فهتعمل اللي هو بيديهولك، هيدي لك مثلا ليسننج، اقول لك اسمع ده وانت بتسمع اقعد حل، هتقعد تحل وهيكون مدي لك كي انسرز وحاجات زي كده. وتبدا تدعم ده بقى بايه؟ بان احنا يقول لك مثلا ايه turn your life into English. بمعنى في احداث سياسيه دلوقتي، بدل ما تسمعها من قناه عربيه شغل BBC تسمع منها بريتش انجلش، شغل CNN تسمع منها امريكان انجلش. عاوز تسمع في موضوع معين، يعني انا لسه مثلا اول امبارح وانا في العربيه شغل بودكاست حد اسمه سايمون بيعمل حلقات مختلفه، فكان عامل مثلا مستضيف شاب كده جين زي، ومستضيف حد من الكبار بيوفق في وجهات النظر. وطب انتوا ايه فكرتكم؟ طب الجيل ده بيتمتع بايه؟ فانت عمال بتسمع في موضوع انت انترستد بيه. فتحت مثلا حد بيتكلم عن التايم مانجمنت، فانت منها اكتسبت مهاره التايم مانجمنت الموضوع نفسه، ومنها عمال تسمع. فاهم الفكره؟ مسلسلات طبعا وميديا وافلام وبتاع وحاجات زي كده لو انت بتحب الحاجات دي. توك شو لو انت بتحب التوك شو. اقرا بالانجليزي، اسمع بالانجليزي. لازم يكون ليك دايره اصدقاء نيتيف سبيكرز، فانت بقى مش بتتكلم معاهم عشان تمارس اللغه، بتتكلم معاهم الطبيعي. فانت بتساله انت عملت ايه النهارده في الجامعه؟ طب قدمت؟ طب ما قدمتش؟ طب عملت كده؟ طب انتوا دي بتقولوها ازاي؟ طب هي دي عندكم ايه؟ هو انت الكلمه دي عيب عندكم؟ هي الكلمه دي لانه في حاجه مهمه، مساله بتسميها في اللغه الريجستر. ريجستر اللي هو ايه؟ هي دي تتقال امتى وازاي وصح ولا ما يصحش، عيب مش عيب، تجرح ما تجرحش. لان انت كمان جزء من دراستك للغه ان انت بتدرس الكالتشر، بتدرس الثقافه بتاعت الشعب التاني. اللي ينفع يتقال عندنا ما ينفعش يتقال عندهم، اللي ينفع يتقال مع صاحبك الجنزي ما ينفعش يتقال مع مديرك في بعض الثقافات والحضارات. الكلمه مثلا الاف وورد دي بتلاقيها في كوميونيتيز معينه بتتقال عادي جدا، بتتقال عادي، وفي كوميونيتي تاني ما ينفعش خالص. في الكلمه دي كلمه مثلا ممكن يتريق عليك ان انت ده انت قديم قوي، عارف ازاي؟ هو انت جده يا ابني ولا ايه؟ ده انت كام 20 سنه حاجه كده. فدي بتكتسبها بقى من الايه؟ من المعايشه للغه باشكالها المختلفه، بس يكون عندك الفهم والوعي ده. يبقى ده السيلف ليرنينج، وده انت محتاج تعمله حتى لو بتاخد كورس في مكان. يعني ابدا يعني ساعد بقى اللي بيديك الكورس ان انت بقى ايه ده، انا النهارده سمعت بودكاست، النهارده اتفرجت على توك شو وكده، فبتاخد النهارده عرفت الاخبار والاحداث بس من خلال حاجه. انت راجل مثلا في مجال البيزنس، دخلت على ويب سايتس من اللي هي بتاعت النيوز مثلا بتاعت البيزنس، فدخلت على الجزء بتاع البيزنس فبدا يكلمك ان شركه ابل كسبت ايه وخسرت ايه وعملت ايه وطرحت اسهم ايه وعملت ايه، فتبدا تاخد المصطلحات بتاعت الكلام ده. لو انت بتحب الفاشن، بتحب الموضه، بتحب الحاجات دي، تدخل وتقرا عنها او تسمع عنها. فبالتالي تلاقيك انت محاط بالانجليزي، فعمال حاجات بتخبط في ودنك كتير. التراك التاني ان انت تاخد كورس في مكان. هو دي دلوقتي يعني بتبقى عائق عند ناس كتير، اجيب وقت منين واجيب فلوس منين؟ انت فاهم حته الالتزام زي الجيم بقى وزي الحاجات اللي زي كده. فكتير جدا 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 لو جينا شفنا مثلا اي احصائيات او بتاع اللي هو بيبدا وما بيكملش، حاجات كده بسبب بقى ايه؟ الوقت، ان انت عندك حاجات تانية والتزامات تانية، فبيبقى فيها صعوبة شوية. لكن لو حتى لو عملت كده زي ما بقول لك اختار كويس، وفي نفس الوقت تعرف ان مش هو اللي ايه، ما هوش ما تسمعش كلامه في ان هو بيقول لك هخليك مش عارف، مش هو اللي هيخليك، انت جهدك هو اللي هيخليك. التراك التالت بقى وده اللي واقعي اكتر وده بقى افيلابل اكتر، ان انت تاخد حاجه اونلاين. انه ما اصل دي لغه، انت لو بتاخد مثلا يعني في مجالات معينه حته الكورس في اونلاين ما بتعرفش تستفيد بيها قوي.
انما اللغه انت ايه، المهارات كلها تقدر تعملها. يعني هو انت عندك نت كويس، هتدخل هيسمعك listening، هيتناقش معاك، هيديك ايديمز، هتتكلم معاه، هيبقى في سيشن تعرف تتواصل معاه وتتكلم، يعملوا التوبكس بتاع. فتقدر تاخد الحاجات دي اونلاين، وفي منها فري وفي منها مش فري وبتاع. طيب يا مستر، موضوع الاكسنت بقى هي مهمة، وانا يعني دايما اركز مع الامريكان ولا البريتش، ولا بينطقوا حاجات عكس بعض او مش بنفس الشكل، فالمفروض انا امشي على انهي؟ ما اللي انا عاوز اقوله لك اساسا ان انت بتقول امشي على الامريكان ولا البريتش. لا. انا اقول امشي بقى على الامريكان بتاع نيويورك، ولا امشي على الامريكان بتاع تكساس، ولا الامريكان بتاع كاليفورنيا، ولا الامريكان بتاع هاواي. يعني اعدل لك السؤال. أيوة. وامشي على البريتش بتاع اسكتلندا، ولا امشي على البريتش بتاع ليفربول، ولا امشي على البريتش بتاع لندن. فالاكسنتس والدايلكتس بتختلف بشكل كبير جدا، لدرجه انهم جوه البلد الواحده ممكن ما يفهموش بعض زي عندنا في العربي. فمساله الاكسنت، هل الاكسنت مهمه ولا مش مهمه؟ انا دايما بيبقى ليا وجهه نظر فيها، ان هو اللي هيبقى مهم اللي يعمل ميس اندرستاندينج. يعني اللي تهتم بيه مش ان انت هتقول انترناشونال ولا انترناشونال، اللي تهتم بيه اللي انا لو قلته هيتفهم غلط. زي ما دايما بنقول ان انت رول ورول ورود ورود، بقى النطق ده اثر على الفهم. لكن از لونج از ان انت نطقك ده مفهوم بالنسبه للي قدامك. بالعكس بقى، اكتر حاجه بتعمل عائق في الطلاقه او في الفلوينسي ان انت بتكون حاجتين انا عاوزك تتجنبهم، هتلاقي الدنيا ارتاحت معاك. حاجتين: الفهم الخطأ، ان السرعه، يعني الخلط ما بين السرعه والطلاقه. يعني انت ليه عاوز تقول الجمله بسرعه اصلا؟ يعني كتير بيبقى شاغل باله ايه، اسمع كده توك شوز او اسمع حاجات زي كده. I wanna discuss this subject in depth. هل انا بتكلم بسرعه؟ بس بتكلم صح عادي. فاهم الفكره؟ ليه حاطط نفسك في ارهاق انك تتكلم انجليزي كويس، انك تتكلم بسرعه؟ دي حاجه. بالعكس، ريح نفسك في الحته دي واتكلم على مهلك. على الاقل تدي وقت للمنتال بروسيسنج، ان انت تعرف ايه، تكاتش اللي انت هتقوله وتعرف تجمع افكارك وحاجات زي كده. فبالعكس، لا، اتدرب انك تتكلم بالراحه مش بسرعه. في الناس اللي هي بقى تعايشت فتره طويله او طول عمرها بتتفرج على حاجات او مش عارف حاجه زي كده، خلاص بيوصل بالمراحل ان هو يقدر ينتش بقى زي ما هم بينتشوا كده، ويتكلم بسرعه ويجري وبتاع. لكن هي مش اول حاجه، ملهاش علاقه بالسرعه، هي ليها علاقه ان انت اللي بتقوله، حتى لو بتقوله كلمه بكلمه بس بتنطق كويس وكلامك مفهوم. فما تشغلش بالك بحته ان انا لازم اقولها واتر، والناس اللي هي اللي طلع الترند الحديث ده، اللي هو بيطلع يقول لك ما اسمهاش. ليه ما اسمهاش؟ لا، اسمها ووتر واسمها واتر واسمها، عارف، واسمها جت واسمها جاء واسمها جاد. ده موجود وده موجود وده موجود. وانا شخصيا جربت في كذا يعني مكان، سواء في امريكا او في انجلترا او كده، جربت ان انا اتكلم بالطريقه المصريه، واشوف انا هعرف اعمل الحوار، يعني فهمني وهيقعد ياخد ويدي معايا، ونجح الموضوع يعني من غير اي عوجة لسان خالص. بس اللي انا باكد عليه في حد بقى لا، انا عاوز اتقنها زي اهلها، وعاوز عاوز ابقى واد عفريت كده وايه دي نوع منين، وعاوز اتكلم زيهم بالظبط. خلاص، ده بقى انت دي رغبه عندك، يعني دي رغبه عندك، خلاص هتسعى لها بقى وهتشتغل على نفسك جامد. فالسرعه مش لازم. طب الاكسنت لازم ولا مش لازم؟ لا، لازم تبقى فاهم ان الاكسنت دي اصلا بتفرق، بس تركز على ايه اللي بيعمل سوء فهم، زي السينك والثينك والحاجات دي. بقى دي كلمه ودي كلمه، يعني ان انت ما تطلعش لسانك بقى دي كلمه ودي كلمه. فمع تواصل الكلام ورا بعضه هتبدا ايه، اللي قدامك تلاقيه اتلخبط، يعني مش فاهم انت عاوز تقول ايه بالظبط. البي والبي هيلخبط، لان دي كلمه ودي كلمه تانية. النطق، الحاجات اللي زي ما قلنا، الكسره صغيره هتوديها في حته تانية. 6 و6 وبين وبان والحاجات اللي زي كسره صغيره انت ما تحسهاش، بس النيتف بيحسها، هيفهمها من خلال السياق، او ممكن تخليه يفهم غلط، او ممكن تعمل ميس اندرستاندينج جامد.
لكن ما تشغلش بقى، اتكلم عادي خالص. I want to get a career in medicine because I love this field. شوف انا بتكلم اهو، مش وحش، مش وحش. شوف ناس من اللي هم مثلا اللي عايشين في امريكا بقالهم كتير، اللي هم بيطلعوا مثلا يتكلموا، يعني بتلاقي بيتكلم في موضوع سياسي ولا بتاع، زي الناس اللي هم بيعملوا معاهم حوارات وبتاع وهم اصلا عرب. في ناس منهم كويسه قوي وتحس ان هو يعني سيمي نيتيف سبيكر، وفي ناس بتلاقيهم عادي يعني بيتكلم عادي، بالذات مثلا اللي في الاطباء والمش عارف حاجات زي كده، بيتكلم عادي ومتواصل في الحوار وعمال يقول. فلا دي اصلا دي بتبقى اصلا بتريستريكت او بتحجم الطلاقه بتاعتك اساسا، انك قاعد طول الوقت اللي احسن يتريقوا عليا لو قلت انترناشونال. يعني محدش هيتريق يا عم، اتكل على الله. مفيش حاجه اسمها كذا، ده الغلط عند الناس مش عندنا. انا شايف ان هي انماط شخصيه يا مستر، يعني هو ممكن حد يكون بيتكلم بالراحه في العربي برضه عادي وهي لغته، يعني كل واحد برافو له عليك، شخص. برافو عليك، برافو عليك. اصل في حد مثلا جه يعني مثلا ايه، جه قال لي ايه ده انا سمعتها بتتنطق كذا. انت عارف ان ممكن تتنطق كذا دي عشان مثلا التون مثلا ساركاستيك مثلا، يعني بقولها بسخريه. يعني مثلا تخيل ان حد بيتعلم عربي وبياخد النطق من الافلام العربي مثلا، او بيستشهد يقول لك ده انا سمعته بيقول صبح صبح، فاهم؟ فهو شاف فيلم عربي فسمع الست مثلا مريم منيب مثلا بتقول ايه، ما قلنا بالراحه، فهل نطق الكلمه كده؟ فاهم؟ ده هو كان بيقولها باسلوب ساخر، مطط فيها عشان حاجه معينه، كان بيقولها وهو غضبان. على رايك انت هو نفسه اصلا طريقه كلامه كده، فانا ما باخدش استشهد. عشان كده هم عملوا بقى حاجات ستاندرد، يعني القواميس بقى والحاجات دي، النطق اللي في القواميس ده بقى اللي هو الستاندرد، اللي هو بقى من غير اي حاجه ومن غير تكلف من غير كذا. فانت بتوازن بقى ما بين اللي هي ده وده، لكن في الاخر اهم حاجه بس ان ما يكونش النطق انحرف عن مساره. يعني في كومن ميستيكس في النطق كتير بس مش عامله مشكله. يعني انت بتقول سوشيال ميديا، مفهوم، هي سوشيال خلاص، انت بس مش عامله مشكله كبيره. لكن اللي يعمل مشكله حقيقيه ان انت تقول كلمه فهي تطلع كلمه، فانا هتوصلني كلمه تانية. تاني حاجه مساله مثلا ايه الكونكتد سبيتش مثلا، الحاجات دي مش بتبقى مشكله في السبيكنج، بتبقى مشكله في الليسننج اكتر. يعني انا مثلا هبقى محتاج مثلا ايه، ان انا افهم ان هو لما بيضم الكلام لبعضه يشد اعرف ان دي should have told me، مش عشان انا اقولها كده، لكن عشان لو سمعتها ابقى فاهم ان هي كده. ده بيجي منين بقى؟ انصحك مثلا ان انت دلوقتي لو هتسمع مثلا تيدكس، هتسمع توك شو، هتسمع بودكاست، دلوقتي هو لوحده اصلا في السيتنج ممكن يطلع لك الايه، السكريبت نفسه بقى او السبتايتل خليه بالانجليزي، بحيث ان انت تشغل الحاجتين مع بعض، ودنك شغاله وعينك على الايه، على النص اللي مكتوب. فبالتالي خلاص انت بتكتسب فكره ان هم بيقولوها بالشكل الفلاني. بس دي الفكره، دي رايي يعني، قابل للصحه او الخطا يعني. بس هو مبني على تجارب حقيقيه وعلى معايشه مع ناس اجانب وعلى كلام معاهم، زائد الدراسه بقى نفسها، ان احنا الناس دارسه بقى، يعني في دراسات في اكتساب اللغه السكند لانجوج اكوزيشن، والمفروض اكتساب اللغه الثانيه والمذر تانج، وايه الفرق بينهم، وهل الاكسنت دي مهمه ولا لا، وهل في حاجه اسمها وورلد انجلش اللي هو الميديم بقى بتاع كله، اللي كله بيتكلم بيه، اللي هو المتوسط، اللي هو ما بيركزش ان انا طول الوقت بتكلم بريتش او طول الوقت امريكان، ده ميكس. بيتكلم في استراليا، يعني عارف في استراليا انا كنت واخد السلطه من هناك يعني. ففي استراليا بيقولوا ويدنزداي على وينزداي، يعني بنطوط دي، ده انت متخيل يعني. فانت بتتكلم على الامريكان والبريتش، لا ده لسه في الساوث امريكان، الساوث افريكان، يعني في دول تانية كتير بتتكلم. وبتاع اللي هم الناس بقى اللي هم بتوع الشرق كمان، لما تسمع انجليزي من واحد من ماليزيا، من مش عارف حاجات زي كده. احنا يعني تقريبا احنا الشعب الوحيد او العرب عموما اللي خانقين نفسهم قوي وهم بيتعلموا الانجليزي، ان هو يقعد يذل نفسه
في ان هو نفسه يطلع الجمل ورا بعضها بنفس الطريقه اللي بيتكلم بيها، مش كمان النيتف، الامريكاني تحديدا. يعني الامريكان بتاع الافلام اللي هو بيسمعها في الافلام والحاجات اللي زي كده. لكن على فكره ممكن تكتسب بالوقت لو سمعت ناس كتير. مستر سعدنا جدا بلقائك. ونرجو ان نكون قد اسعدنا. طيب اشوفكم على خير.